في مكان ما على سواحل البرازيل وسط المحيط الأطلسي، في جزيرة صغيرة جدا شكلها جميل من بعيد، خضرة ومليانة أشجار كأنها جنة صغيرة في نص البحر. لكن الحقيقة الجنة دي هي أكتر مكان مرعب على وجه الأرض. المكان ده اسمه كويمايدا غراندي، أو زي ما الناس هناك بيسموه جزيرة الأفاعي. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. الجزيرة دي بتبعد حوالي 30 كيلو متر بس عن سواحل ساو باولو، يعني ولا ربع ساعة طيارة. بس محدش يقدر يدخلها ولا حتى الحكومة البرازيلية، لأنها منعت أي زيارة ليها إلا بتصريح خاص جدا. وغالبا التصاريح دي بتكون للباحثين والعلماء فقط. ليه؟ لأن الجزيرة دي فيها أكتر من 4000 أفعى قاتلة، وفيها نوع محدد من الأفاعي نادر جدا ومفيش زيه في العالم كله. النوع ده اسمه جولدن لانس هيد فايبر، أو بالعربي أفعى الرأس الذهبي. سماها من أقوى السموم اللي تم تسجيلها في العالم، بيقدر يسيح اللحم البشري في ثواني. الأسطورة بتقول إن الجزيرة كانت متصلة باليابسة من آلاف السنين، وبعد ما ارتفع منسوب البحر بقت معزولة تماما. مع الوقت الأفاعي اتكسرت وملقوش ليهم أي مفترسات تانية، فبقوا هم الملوك الحقيقيين هناك. بس المشكلة إنهم جاعوا ومفيش غير الطيور اللي بتمر من فوق الجزيرة، فبدأوا يتسلقوا الأشجار ويستهدفوا الطيور. والأغرب إن سمهم تطور بسرعة رهيبة علشان يقدر يقتل الطائر قبل ما يطير. يعني الأفعى دي حرفيا مصممة للقتل الفوري. في قصص كتير عن ناس حاولوا يدخلوا الجزيرة من غير تصريح، منهم صيادين كانوا بيقربوا من الجزيرة علشان يصطادوا. واحد منهم حكى إنه شاف زميله اتعض في رجله من أفعى وهو بيجمع فواكه. الراجل ده مات في أقل من 5 دقايق ووشه اتحول للون الأسود. وفي كمان قصة الحارس اللي كان زمان عايش هناك لما كان في منارة صغيرة بتشغل النور للسفن. بيقولوا إن في ليلة مطر دخلت مجموعة أفاعي البيت، ولما الشرطة وصلت بعد أيام لقوه ميت هو وعيلته وكل جسمهم مليان عضات. غير طبعا عشان الخطر الكبير، الجزيرة دي فيها نظام بيئي نادر جدا. الأفاعي دي مش موجودة في أي مكان تاني، وعشان كده الحكومة بتحاول تحافظ عليها. لكن في نفس الوقت في ناس بتتاجر بالأفاعي دي وبالسم بتاعها في السوق السوداء، وسعر السم الواحد يوصل لمئات الآلاف من الدولارات، لأنه بيدخل في أبحاث السرطان وصناعة الأدوية. الناس المحليين بيقولوا إن الجزيرة ملعونة، وإن كل اللي حاول يقرب منها بيحصل له مصايب غريبة. في صياد رجع بعد رحلة حوالين الجزيرة وقال إنه كان بيسمع أصوات صغيرة زي الهمس طول الليل. وفي اللي بيقول إن البحر حوالين الجزيرة دايما غريب، ما فيهوش حياة بحرية تقريبا، كأن حتى الأسماك بتخاف تقرب منها. العلماء بيأكدوا إن كل متر مربع في الجزيرة ممكن يكون فيه أفعى أو أكتر. يعني لو مشيت 5 خطوات بس فرصتك إنك تتعض نسبة 100%. ده غير إنه في دراسات أثبتت إن بعض الأفاعي هناك عندها طفرات جينية جديدة وبتتكيف بسرعة رهيبة مع البيئة اللي فيها. وفي باحثين بيتوقعوا إن الجزيرة دي ممكن تكون مختبر طبيعي لفهم تطور السموم القاتلة. بس السؤال الحقيقي، لو الجزيرة دي فعلا خطر بالشكل ده، ليه لسه الحكومة البرازيلية بتسيبها زي ما هي؟ هل عشان الحفاظ على الطبيعة، ولا عشان في حاجة تانية محدش يعرفها؟ في شائعات بتقول إن جوه الجزيرة في أنقاض قديمة، أو حتى أماكن كانت مستخدمة في طقوس غريبة من مئات السنين. بس لحد النهاردة مفيش حد دخل الجزيرة ورجع يحكي القصة كاملة، يمكن لأن اللي دخل عمره ما خرج. تفتكر انت لو ادوك الفرصة تدخل جزيرة الأفاعي مقابل $1,000,000 هتقبل، ولا هتسيب الكنز السام ده في حاله؟ سيب لي رأيك في الكومنت، وافتكر دايما مش كل الجمال اللي بنشوفه آمن.
أحيانا أخطر الأماكن في العالم بتكون شكلها جنة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس وما تبخلش علينا باللايك. ولو عندك موضوع مثير حابب ان انت تعمله في فيديو اكتبه لنا في الكومنت علشان ممكن هو يكون موضوع الفيديو اللي جاي.